السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله فيديو مختلف جدا، هوريكم آخرة اللي يجيب حاجة من على النت. اللي حضراتكم شايفينها دي هدية جايالي من حد قريب قوي لقلبي، بشكرها كل الشكر. شكرا يا حبيبتي وتسلم ايدك وربنا يخليكي ليا ومتحرمش منك أبدا. طبعا هي جابتها من على النت وقايله لي الكلام ده وقالت لي بقى جربيها وقولي لي رأيك فيها. فأنا قلت مش هجربها لوحدي، هجربها قدام حضراتكم، نجربها مع بعض، وهنعمل كمان فيها وصفة حلوة نجربها فيها. هنشوف النتيجة مع بعض واشوف انتوا هتتخضوا زي ما انا اتخضيت ولا لا. اول حاجة فتحت العلبة زي ما انتوا شايفين، لقيت جواها كيس كده. شلت الكيس وبصيت لقيتها عبارة عن شواية. اقلب فيها كده واقلب فيها كده، ما لقيتش فيها اي فيشة خالص، يعني ما بتتوصلش بالكهرباء. طب الشواية دي بتشوي ازاي؟ بتتحط على عين البوتاجاز. تعالوا مع بعض كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجة الايد دي بتاعتها طبعا اكيد دي عازلة الحرارة بما ان هي هتتحط على البوتاجاز. تمام. وفي الشبكة اللي هي ديت، بس لقيت اللزق لسه فيها فابتديت اشيله. زي ما اقول لحضراتكم انا فتحتهاش لسه، اول مرة افتحها معاكم. ابتديت بقى اشيل اللزق اللي من الجوانب ده اللي هو ماسك الشبكة في القاعدة اللي تحت. شلت بالشكل ده. تمام. بصيت بقى لقيت فيها اللي هي الشبكة دي اكيد دي اللي بتحطوا فيها طبعا الحاجة اللي هتشوي، واي حاجة تشوي اكيد هتنزل، هتبقى فوق هنا، هتنزل الدهون بتاعتها في القاع هنا. فلازم نفكر هنعمل ايه عشان نحمي الجزء اللي تحت ده من الدهون. وزي ما انتوا شايفين طبعا الجزء اللي فوق تقريبا كله ستانلس، الايد زي ما قلنا عازل، وفي هنا زي ازاز كده بتبقي شايفة منه الحاجة وهي بتشوي عشان تشوفي درجة السوى اللي انت عايزاه. هنفتح تاني مع بعض، وبقول لكم هنا ان الجزء ده اكيد هيبقى سهل عليا شوية في التنظيف عن الجزء اللي تحت. اكيد ده طبعا هيتملي بخار وهيتملي دهون من اي حاجة هتشويها بقى، فراخ لحمة ايا كان. بس الجزء اللي تحت هيبقى الاصعب، اللي هو السطح اللي تحت ده اللي عامل زي السيراميك او التيفال، انا مش عارفة الجزء اللي تحت ده. فطبعا ده هياخد كل الدهون. فجبت بقى الرول بتاعي بتاع ورق الفويل، وهبتدي اغلف الجزء اللي تحت ده علشان احميه من الدهون فيبقى سهل عليا. يدوب اشيل ورق الفويل ارمي، والجزء اللي فوق بس هو اللي هنضفه يبقى سهل عليا شوية في التنظيف. تمام. ابتديت بقى اجيب ورقة فويل كده عريضة واتنيها اتنين، واحطها واخد المقاس كده مظبوط من الجوانب وكله من الحروف، واتني لبره علشان خاطر برضو اي دهون ما تطلعش على الحروف وتبهدل الدنيا بالشكل ده كده. طيب اتبقى عندي الحرفين اللي جنبين هنا، جيت برضو قلت اقطع ورقة تانية علشان انا مش عايزة اي دهون تبهدلها لي. فجيت احطها بالعرض لقيتها ايه مش مغطية تمام، حطيتها كده بالشكل ده بالطول، وابتديت برضو اتني الحروف لتحت، ومن تحت اللي هو الغطا ده اللي زي الباب ده الغطا، ومن عند الايد برضو، واشيل اي زيادات بقى. الزياده دي ملهاش لازمه لان هناخد بالنا طبعا هي هتحط زي ما بقول لكم على عين البوتاجاز، فمش عايزه ورق الفويل يطول النار، ده خطر جدا. طيب هي كده تمام، هي كده تمام، انا كده غلفتها وكده مستعده تماما للشوي. خلاص كده حلو جدا. اقفلها بقى واشيلها على جنب، وتعالوا نحضر مع بعض وصفه نجربها فيها مع بعض. انا جبت فرخه وزن 1.5 كيلو، وخليت بتاع الفراخ يفتح حالي بالطول زي ما حضراتكم شايفين كده. حلو قوي. جبت بقى السكينه بتاعتي وابتديت اعمل فتحات فيها علشان تتشرب التتبيله اللي احنا عاملينها، والنسيج بتاعها كله يتشرب وتبقى طريه معايا كده، واللحم بتاعها ما بيشدش. خلاص طبعا غسلها كويس جدا بالملح وبالليمون وبالجنزبيل. جبت هنا بصلايه كبيره فرماها فرم ناعم في الكبه، هنزل بيها في بوله. وهنا كمان فلفل رومي برضو نفس فرمة البصل. استخدمت حوالي نص وحدة فلفل رومي لان هي كانت كبيرة قوي، فاستخدمت نصها بس، فرمتها ناعم زي ما انتوا شايفين كده. وهنا عصير طماطميتين صغيرين، لو كبيرة الطماطمية يبقى كفاية واحدة قوي. ضربتها كويس وبالشكل ده احطها. معلقتين كبار من الخل. خل من الحاجات اللي بتضيع زفارة الفراخ هو والليمون، ادي الليمونة كمان، وفي نفس الوقت بيخلي اللحم بتاع الفراخ من جوه طري وابيض. حطينا عصير الليمونة. حلو جدا. وهنا التوابل بتاعتي ملح وفلفل والسبع بهارات وحبة هن باودر، بس كده.
مش هزود حاجة عن كده. وهنا طبعا لازم معلقتين زيت، احنا عارفين في اي حاجة بتشوي لازم زيت عشان بيساعد جدا ان اللحم ما يشدش ويبقى طري. هقلب التتبيله الحلوه دي، ريحتها كانت حلوه قوي. بالمناسبه ممكن تعملوها يا جماعه وتحتفظوا بيها في الفريزر وتطلعوها وقت الاستخدام، منجزه جدا. اقلبها حلو كده وابتدي اجيب الفرخه. اول حاجه هعملها ان انا اسلك تحت الجلد بايديا كده علشان يبقى سهل عليا ان انا احط التتبيله واللحم يتشرب معايا بسهوله. شايفين بمنتهى السهوله بيمشي معايا شويه من التتبيله واوزع وادلك كده اللحم بتاع الفراخ كده في كل اجزاء الفرخه. هعمل الشكل ده. بنسيبها بقى يا جماعه يا اما ساعتين يا اما ليله، ويفضل ليله كامله بيكون افضل بكتير. واحيانا كمان ان احنا ممكن نحط التتبيله دي ونلفها في اكياس بلاستيك او بالاسترتش راب ونحطها في الفريزر ونطلعها تبقى جاهزه على الشوي، تفك شويه ونستخدمها، سواء بقى تشويها على الجريل، سواء هتحطيها في الفرن هتعمليها مع صينيه بطاطس براحتك. بس اقصد التكنيك بتاع التتبيله نفسه يبقى سهل وبسيط معاكي والحاجه تبقى منجزه. ابتديت برضو اوزع التتبيله كده من فوق، زي ما حطيت من تحت الجلد بحط من فوق ومن الظهر ومن كل جزء. بقول لكم ان في شويه بقوا من التتبيله هشيلهم هحتفظ بيهم في الفريزر مش هيترموا ولا حاجه. جهزت معايا تتبيله الفرخه، هشيلها بقى شويه في التلاجة كده ساعه ساعتين تشرب من التتبيله ونرجع نكمل مع بعض. جبت بقى الشوايه بتاعتي وعلى نار عاليه زي ما حضراتكم شايفين، وابتديت احطها بالشكل ده. هي اكيد قلت اكيد لازم تبقى سخنه قبل ما انا احط الحاجه اللي هتشوي. كل ده انا متحمسه يا جماعه وما كنتش اعرف النتيجه اللي هوصلها في الاخر. خليكم معايا وتابعوا لاخر الفيديو عشان تصدموا الصدمه اللي انا صدمتها. مسكت الفرخه بالشكل ده وحطيتها بالطريقه دي، وكنت مجهزه شويه من الخضار، فلفل رومي وفلفل حامي وكمان بصلتين. حطيت واحده من الفلفل الحامي كده، ما كنتش لاقيه مكان، هي حجمها صغير حجمها مش كبير، فيا دوب اخدت البصلتين وقرن الفلفل ده، وقلت التانيين دول مش مشكله. قلت لو هي كشت شويه او لقيت مكان هبقى احط الرومي، ما كانش يبقى خلاص مش مشكله. قفلت بقى عليها كده بالغطا بتاعها ده وسبتها في الاول على نار عاليه. اول ما ابتدت بقى تشمع بعد نص ساعه كده وابتدى لونها يغير، الجزء اللي اتبقى من التتبيله من الفرخه في نفس الطبق مكان التتبيله نزلت العصاره والتتبيله دي، حطيتها في كوبايه وابتديت بالفرشه احط كده على الفرخه. كل شويه يا جماعه هعمل الخطوه دي ليه؟ علشان الفرخه بتاعتي ما تنشفش، نفس الكلام الخضار يتطعم برضو ما تنشفش، يفضل جلدها طري وتفضل الفرخه معايا طريه فيها نسبه سوائل. الخطوه دي مهمه قوي. تمام، ابتدت بقى الريحه تطلع ايه، ريحه جامده جدا. طيب اما نشوف، انا كل ده كل اللي مني سوى الفرخه من جوه، يا ترى هتستوي من جوه كويس زي ما انا متوقعه ولا مش هتستوي؟ هنعرف مع بعض في اخر الفيديو. شايفين كميه الدهون اللي نزلت؟ ده لسه كمان، يعني ده كده لسه في الاول. قلبتها بقى على الناحيه التانية، قلت برضو عشان الجزء التاني يستوي كويس زي ما الجزء اللي فوق ابتدى يستوي، وغطيت عليها. وكل 10 دقايق باجي ابص عليها علشان اشوف اللون. هنا كانت خلاص دخلت في السوا التام. شايفين؟ بصوا حتى الغطا بتاع الشوايه ابتدى يعمل لون اسود كده، ده من الشوي. جهزت طبق فيه بقدونس بقى مفروم، ومتحمسه زي ما بقول لكم، وابتديت احط الفرخه بتاعتي. هي كده جاهزه وتمام التمام. طيب يا رب تكون استوت من جوه لما نشوف. بصوا هي اخدت اللون ده حلو قوي. جبت بقى البصلتين اللي هما اتشووا دول. احلى حاجه في الشوي يا جماعه مش الفراخ ولا اللحمه، الخضار نفسه اللي بيبقى معاهم، طعمه بيبقى مختلف وشارب منهم بيبقى احلى من كله يعني. حطيت قرن الفلفل كمان. بصوا منظر بقى الشوايه. وهنا كانت الصدمه، جيت اقطع حته بقى عشان اشوف الفراخ من جوه مستويه ولا عامله ايه. طبعا مش قادره امسكها بايدي تماما، سخنه قوي، فجبت شوكه وسكينه وحاولت ان انا اقطع. لقيت القلب من جوه يا جماعه ابيض وزي الفل وطريه وجوسي وما شاء الله، مفيش بعد كده سوا. في الوقت ده بس اطمنت. بصوا الدخانه اللي طالعه سخنه مولعه مش قادره امسكها، يعني حالا كنت شايلاه من على الشوايه. هقطع لكم حته بصوا بايدي على قد ما هقدر. طبعا احنا عارفين صدر الفرخه من اكتر الحاجات اللي بياخد شويه سوا، بيبقى فيه عضه كده، فلازم يستوي كويس قوي. طب تعالوا نشوف الورك برضو على قد ما هقدر لانه سخن قوي. بصوا بقول لكم ايدي خلاص انا بشده هو طلع اتخلع لوحده، ده دليل سوا مفيش بعد كده. فبشكر حبيبه قلبي اللي جابت لي الشوايه، بقول لها تسلمي لي وما تحرمش منك ابدا. الف شكر يا حبيبتي وتسلمي. والشوايه فعلا جميله جدا، انصحكم تجربوها. كنت معاكم مها جوهر.